أهلا بكم في أخبار الكوكب المصري من جريدة تحيا مصر حرة. الرئيس يستقبل الشيخ محمد بن زايد في زيارة أخوية تجسد روابط الصداقة والأخوة. مدبولي: موازنة العام الجديد تتضمن أطرا مالية مرنة ومستدامة لدعم التحول الأخضر ومخصصات الطاقة المتجددة. رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة الدولي. أجرى الدكتور بدر عبد العاطي سلسلة من الاتصالات المكثفة لبحث التطورات الإقليمية، حيث بحث مع كبير مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس مستجدات الأزمات في السودان وليبيا والكونغو الديمقراطية. الجيش المصري يعلن تأسيس جامعة جديدة كيان بالقوات المسلحة. 9.5 مليار دولار صافي تخارجات من أدوات الدين المصرية خلال الربع الأول. مصر تستحوذ على 73% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول شمال إفريقيا خلال عام 2025. ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر إلى 27 مليار و300 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025 و2026، بزيادة سنوية بلغت 6.6%. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% مع تجدد الضربات الأمريكية على إيران. ضبط طنان من نوى البلح والبسلة بمصنع للألبان في الفيوم. رئيس إيني يتوقع انفجار أسعار البترول في عام 2027. احذروا من طقس الغد، بيان عاجل من هيئة الأرصاد حول درجات الحرارة اليوم وموقف الموجة الحارة. ودائما تحيا مصر حرة.